والله من قلبي كفاية عليكم الدنيا، سايبينها لكم مخدرة، افرحوا بيها واشبعوا بخيرها ونتمنى انكم تتهنوا. بس خليكم فاكرين ان عمرها ما دامت لحد، ولا حد اتهنى باللي خدوا غصب وظلم وقسوة وعافية. اظلموا وافتروا ودوسوا على الحق زي ما انتوا عايزين، وعيشوا يومين وفاكرين انكم كده كسبتوها. هتخلص ايامكم، هتخلص بالطول وبالعرض، وتحت التراب هتناموا في انتظار العدل من إله العدل. محكمة السماء الأخيرة لسه ما جاش ميعادها، وكل اللي عملته من شر أو شر كنت مسميه خير مكتوبه بالحرف. فكمل ظلم ونيم ضميرك وسد ودانك براحتك. سببتم المرار للناس واستضعفتم اللي سامحكم، وافتكرتوا انها كده خلصت والستاره لسه ما نزلتش. وبعد ما حاولنا وبكل الطرق نزق الظلم عننا، ما عندناش غير الرضا والصبر وانتظار تعويضات الله، والله هي تكفينا وترضينا. اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي، وتعلم أن لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك، وقد سعيت لذلك طوال عمري، ولكني أصرت هذه المسكينة وابنها على نفسي. يا رب لا تحرمني من فضلك. بيحكي وبيقول: كنت راجع من رحلة العمر، رحلة الحج، وأثناء العودة وفي صالة الانتظار بمطار جدة الدولي كان قاعد جنبي صديق الرحلة، راجل كان اسمه الحاج سعيد. قلت له: أنا شغال مقاول وربنا أنعم عليا بالحج السنة دي، ودي المرة الحمد لله العشرة. قال لي: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. ابتسمت له وقلت له: أجمعين يا رب. وسألته: هو أنت حجيت قبل كده يا حاج سعيد ولا دي أول حجة؟ قال لي بتردد: والله حجتي ليها قصة طويلة ومش عايزة أوجع دماغك بيها. قلت له: لا بالله عليك احكي لي، أدينا كده منتظرين. ابتسم سعيد وقال لي: هي القصة كلها في الانتظار. أنا استنيت سنين طويلة قوي عشان أحج، بقالي 30 سنة بشتغل معالج فيزيائي في مستشفى، وبسعى إني أجمع تكاليف الحج. وفي نفس اليوم اللي رحت أخد حسابي من المستشفى، قابلت كانت بتعالج ابنها كان مشلول عندنا، وشها كان مليان هم وحزن. لقيتها بتسلم عليا وبتقول لي: استودعك الله يا أخ سعيد، دي آخر زيارة لينا هنا في المستشفى. فاستغربت وافتكرت إنها مش عاجبها العلاج بتاعي لابنها وهتنقله مكان تاني عشان يكون أحسن. فقالت لي: لا، يشهد الله إنك كنت لابني أحن من الأب، وإنت علاجك ساعدنا كتير، إحنا كنا خلاص فقدنا الأمل. بس برضه مشيت حزينة جدا. استغربت وسألت سعيد: غريبة، طب إذا كانت راضية عن أدائك وابنها بيتحسن يبقى مشيت ليه؟ قال لي: ما أنا زيك برضه. استغربت وقلت أسأل الإدارة. طلع إن أبو الولد فقد وظيفته وما بقاش معاه فلوس لعلاج ابنه، والأم مسكينة راحت للمدير ترجوه إنه يستمر بعلاج الولد على نفقة المستشفى، لكنه رفض رفض قاطع وقال لها: دي مؤسسة خاصة يا أستاذة، مش جمعية خيرية. فضلت مكسور الخاطر عليها، وفجأة حطيت إيدي على جيبي اللي فيه الفلوس بتاعة الحج، واتسمرت في مكاني لحظة، ورفعت راسي للسماء وخاطبت ربي قائلا: اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي، وتعلم أن لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيك، وقد سعيت لذلك طوال عمري، ولكني أصرت هذه المسكينة وابنها على نفسي. يا رب لا تحرمني من فضلك. رحت للمحاسب ودفعت كل اللي معايا لعلاج الولد 6 شهور قدام، وقلت له وتوسلت له انه يقول للست ان المستشفى هي اللي ليها ميزانيه خاصه للحالات المشابهه. الراجل اتاثر ودمعت عينيه وقال لي: بارك الله فيك وفي امثالك. انا قلت له: امال حجيت ازاي؟ قال لي: رجعت يومها لبيتي حزين على ضياع فرصه عمري في الحج، ولكن كنت فرحان والفرح كان مالي قلبي لاني فرجت كربه المراه دي وابنها. نمت ليلتها ودمعتي على خد. شفت في المنام اني بطوف حوالين الكعبه والناس بيسلموا عليا ويقولوا لي: حجا مبرورا يا حاج سعيد، فقد حججت في السماء قبل أن تحجوا على الأرض. دعواتك لينا يا حاج سعيد. فصحيت من النوم وأنا حاسس بسعادة غير طبيعية، حمدت ربنا على كل شيء ورضيت بقضائه. ويا دوب قمت من النوم، والله يا دوب صحيت لقيت التليفون بيرن. طلع مدير المستشفى وبيقول لي: نجدني صاحب المستشفى عايز يروح الحج وهو لازم يكون معاه معالجه الخاص، بس مرات المعالج في أيام حملها الأخير ومش هينفع يسيب، فاعمل لي خدمة لو سمحت ورافقه في الحج. سجدت لله شكرا، وزي ما انت شايف قد رزقني الله حج بيته دون